احنا محتاجين يتبلور موقف وطني شيعي سني كردي لإنشاء الهوية الوطنية. دكتور محمد، يعني أنا قبل أيام شفت له واحد معمم طلع وي غزوان، ما راح أفشر، يعني اتحدث أنه الهوية الوطنية أو العراق مشروع بريطاني. طيب العراق مشروع بريطاني الوسخ، أنت ايش عندك باقي بالعراق؟ أوكي، يعني أستاذ محمد، يعني مو برأيك هذا وقت الهوية الوطنية العراقية؟ مو هذا وقت الهوية الوطنية العراقية؟ ذول الذيول لازم يطلعون من العراق، لازم يحالون إلى محاكمة. هذول كل اللي يبخسون الهوية الوطنية العراقية لازم يحالون إلى محاكمات. اللي يستنكفون من الهوية الوطنية العراقية ويفضلون هوية وطنية غيرهم أو مذهبية غيرهم لازم يحالون. كافي. تفضل أستاذ محمد. هسه هم استاذ عدنان بهاي المرحله خلي يكرمونا بسكوتهم ويقعدون بصفحه ويخلون حكماء البلد يتصرفون. العراقيين ما حاجه، يعني ما محتاجين الى خطابات تهيجهم ومثل ما قال استاذ سرمد ان تخوفهم او ترعبهم. العراقيين بحاجه الى خطاب حكيم يقوم على أنقاض خطابات الحقد والكراهية والغل والشد بين مكونات المجتمع العراقي.